بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين. انا جبت سردين النهارده. انا عملت قبل كده سردين بس طلع جميل والله هيعجبكم. فلقيت النهارده سردين جبت النهارده وهعمله، فاوريكم طريقه عمله سهله قوي. اتفرجوا، انا عملته قبل كده وطلع جميل. طلع جميل قوي. شايفين عامل ازاي؟ قلت ده قلت اجربه النهارده بقى. فرحت السوق النهارده عثرت في السردين ده، فجبت بعمله كده اهو. سهله خالص. بحط الملح مع المخصوص بتاعها وبعملها كده عشان ما يبقاش حادق. واحده جنب واحده. بس اهم حاجه حط على حط في المخصوص بتاعها بس نعملها كده خلف وخلاف كده جنب بعضهم. شايفه ازاي؟ والملح 15 يوم بالكتير قوي. هتلاقيه سردين جميل هيعجبك قوي قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبي. شوفي 15 يوم تفتح عليه تلاقيه عمل ميه. ما دام عمل ميه كده يبقى كده السردين استوى. ما تخلوش ناشف. خلي بالك معاه على طول. افتحيه وشوفه هو عمل ميه ولا لا، ناقص ميه ولا لا. الكيس ممكن يكون الكيس صيد الميه بره العلبه. ابص كده عليه واشوف الميه جواه. تجيبي علبه كنا محكمه كده ونضيفه، علبه جبنه، اي علبه بس كلها لها غطا محكم. تروح جايبه الاكياس لها غطا محكم. تروح جايبه الاكياس قاعد الاكياس في قلب العلبه. كام كيس قلب بعدهم عشان ما تصرفش منه. وتروح حاطه شويه ملح بسيط كده في قاعد العلبه من الاول. وبعدين ومن الوقت للتاني مش اقول لك كل يوم تفتحي عليه، لا، 10 ايام كده وروحي فاتحه عليه. شوفوا الميه في العلبه سربت تحت، سربت الميه، ده كده السردين ناشف. لما يكون ميته كده كده السردين ناشف. لما يكون ميته فيه ميته تسويه. تاخدي بالك معاه. لقيت ما تطش الميه والميه مسلبه في العلبه، يعني نطلع الكيس بحاله وتروح حاطه كيس من اول وجديد وتروح حاطاه في كيس نظيف وكيس سليم من اول وجديد عشان الميه تفضل فيه. ما دام ميته فيه خلاص السردين بقى كويس صالح وكويس. انما لو الميه راحت من عليه انسى. يا حبيبتي شوفي رقه ازاي. هو كتير في السوق لما بقى كتير في العيد هيبقى جميل قوي قوي. كمان في ياخد حقه في السوق يبقى جميل تحفه وانضف واحلى وحاجه نظيفه. ما دام خياشينه نظيفه خلاص. جميله. يلا يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. جميل قوي 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 قوي. اول حاجه في البيت جميله وطبعا حلوه كويس دلوقتي كمان ومرتاح دلوقتي. ليه؟ خلصت الملح رشته طريقه بسيطه خالص خلف وخلاف كده كده انا خلصتها. ما بحط بشرطه ولا بحط حاجه ابدا، هو الملح بس. وجربت مره واثنين وطلع جميل ملح بس. وجربت مره واثنين وطلع جميل ملح بس. في ناس بتحط كده وبتحط كل واحده بطريقتها. انا بحط ملح بس والرش اهي خلف وخلاف. دول كده 2 كيلو. مرة العلبه بعد 15 يوم او 10 ايام تفتح العلبه. كام كيس في قلب بعضهم في قلب العلبه؟ كام كيس؟ كذا كيس بس كيس نظيفه ماشي. وتروحي قافله كده اهو على احنا كده حاطينهم خلاص. تروحي قافله من اول كيس. اول كيس كده. اول كيس تروحي قافله عليه كده. اهم حاجه قافله الكيس الاولانيه دي. ده اول قافله عليه كده بقى ما يتهواش. اهم حاجه تقفلي عليه. الكيس الثاني بصي شايفه كام كيس؟
بصي شايفه حبيبتي كده قفلنا عليه. اكياس بقى نضيفها عندك مثلا زي كده، راح نتقل عليه اكياس نضيفه سهله سهله وبسيطه. لا حط ده ولا حط، انا عملت كده كذا مره زي الفل اهو، طلع جميل زي الفل. شوف كيف عندك في خلاص كده قفلنا العلبة. نفس العلبة نفسها في علبة مصر، العلبة نفسها في علبة مصر. لا ما تقلقيش، نفس العلبة نفسها حطيها في كيس برضه، كيس نضيفة. شوفي كيس نضيفة أهم حاجة. اي ما تنزل السوق هتلاقيه، مش حاجه يعني بعيد. اي ما تنزل السوق هتلاقيه، مش حاجه يعني بعيد. اي ما تنزل السوق هتلاقيه، عند بتاع السمك هتلاقيه. تاكلي سردين وهيعجبك قوي 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 قوي. خلصنا على كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بألف سلامة وشكرا، كل سنة وانتم طيبين.